السلام عليكم متابعينا الكرام في قناة نور وبصيرة. إذا كانت العدالة غائبة أحيانا في هذه الدنيا فإنها مطلقة ويقينية في الآخرة. موضوعنا اليوم هو من أخطر ما حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه قنبلة موقوتة يدمر بها الإنسان رصيده من الأعمال الصالحة. سنتحدث اليوم عن قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فما هو هذا الظلم؟ وما هي أقسامه؟ ولماذا وصفه النبي بالظلمات؟ تابعوا معنا مفهوم الظلم. الظلم في أصله هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح. أما في الشرع فهو التعدي على حق ليس لك، سواء كان هذا الحق لله تعالى أو حقا لإنسان آخر. وقد حذرنا الله منه تحذيرا شديدا، ففي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه، دل ذلك على فظاعة هذا الفعل وشناعة عاقبته. 2. معنى الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه العبارة النبوية تحمل تحذيرا عميقا للظالم. ظلمة حسية. يوم القيامة يحشر الناس في ظلمة شديدة، ويمنح الله نورا للمتقين يسعى بين أيديهم. أما الظالم فإنه يحرم من هذا النور، ويبقى يتقلب في حيرة وظلام فلا يجد سبيلا للنجاة. ظلمة معنوية. الشدائد تعني أن الظلم يعود على صاحبه بالهموم والأنكال والعقوبات المتتابعة يوم الحساب، وتكون أعماله الصالحة كلها كسراب يحصدها المظلومون. 3. أقسام الظلم 3 درجات. ينقسم الظلم إلى 3 أنواع رئيسية بحسب حجم الحق الذي تم التعدي عليه. النوع الأول: الظلم الأكبر، ظلم العبد لربه. مضمونه الشرك بالله تعالى كصرف العبادة أو الدعاء أو الاستعانة لغيره. الدليل: قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. عاقبته: لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، وخروجه من رحمة الله. النوع الثاني: ظلم العباد بعضهم لبعض. مضمونه التعدي على حقوق الناس، سواء في الأموال كالغصب والسرقة، أو بخس الأجير حقه، أو احتقاره، أو استغلاله. الأبدان كالضرب والإيذاء النفسي والجسدي. الأعراض كالغيبة والنميمة والقذف والسب، الكذب. عاقبته: هذا أخطر نوع، لأن الله لا يتركه بل يجعل القصاص فيه يوم القيامة. النوع الثالث: ظلم العبد لنفسه. مضمونه فعل المعاصي والتقصير في الواجبات التي بين العبد وربه ما دون الشرك. عاقبته تحت مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. جزاء الظالم: المفلس الحقيقي هو الظالم الذي اعتدى على حقوق الناس، يلقى أشد العواقب يوم القيامة، وهي عاقبة المفلس. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. 5. دعوة المظلوم لا ترد. فإن للمظلوم سلاحا لا يرد، وهو دعوته. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وبين الله سبحانه وتعالى وعزته وجلاله أنه ناصر المظلوم ولو بعد حين. في الختام، يا متابعي نور وبصيرة،
إن الظلم هو دليل على ظلمة القلب في الدنيا، وعاقبته هي الظلمات والويلات في الآخرة. إن باب التوبة مفتوح، والعاقل هو من يسارع في رد المظالم إلى أهلها في هذه الدنيا قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. فاحذروا من الظلم مهما كان صغيرا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا عظيم أن تجعل الظلم ظلمات على الظالمين يوم القيامة، وأن تنزل رحمتك ونصرتك على كل مظلوم، وأن تكفينا شر كل ذي شر، وأن تجعل ثأرنا على من ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس. نلقاكم في حلقة قادمة من نور وبصيرة.